اول ما راح تفتح البرنامج راح يفتح لك هاي من الصفحة الواجهة مال البرنامج. يعني طبعا ما محددين ولا صورة، تجي على الصورة اللي تريد تعدل عليها، تسحبها تنزلها بهاي ساحة العمل. هو طبعا راح يطلع لك الصور الموجودة بالملف كليته. احنا ما عندنا هنا بس صورة واحدة، واللي انت منزلها هو محدد لك اياها عليها صح. اذا انت ردت تحدد اللغة مجرد تحط عليها صح وتكمل. بس انت اشتغل صورة صورة. المهم هسه هاي الصورة اللي انطانا اياها اللي احنا نزلناها بالبرنامج، تيجي على امبورت، راح ينزل لك الصورة هنا، تضغط عليها ضغطة واحدة حتى يقراها البرنامج. هو هنا هسه يقول لك انت ماخذها بايسو 800 عدسة 300 الفت 5.6 سرعة الغالق 1/1000. ورا ما دست عليها ضغطة واحدة تجي على هاي الديفلوب، يدخل الصورة للبرنامج. راح ينطيك هذني الخيارات مع تعديل الصور. هسه هي كلها يعني طبيعية. هاي اول وحدة. اللون مال الصورة كليته يعني افضل تتركه احسن. تاخذ يمنى يصير موجب، تاخذ يسرى سالب، ضغطتين يصفر لك اياه مثل ما هو. المهم تجي على اول وحدة تطي شوية. طبعا كل صورة الها شغل خاص. على اول وحدة اللي هي ينطيك ضوء وأتمة ظلام تقريبا، يعني اكثرها ضوء، بس ينطي على الشاشة على الصورة العفو كلها. يعني دائما بوع على الصورة على شغل واشتغل، يعني على الصورة شوف شلون واشتغل. يعني افضل انه يكون هيج. طبعا هذا الشغل مو على كل صورة. صورة تحتاج ضوء، صورة تحتاج ظلام. هذا خلي يكون هيج. اوكي. هسه هذا تقريبا يعني دا يشتغل على الالوان الفاتحة، يعني مثل هاي يعني ما دا يشتغل على هاي ولا على هاي. يعني انت شنو تحب، خلي يكون هيجي. يعني هسه هذا راح يعطيك على الصورة كلها، يعني على الالوان العفو على الالوان الغامقة. يعني شوية ارفعه. هذا يعتبر الظل، يعني الظل اللي هنا اللي هنا اللي هنا. هذا يعني زيد الظل حتى تبين ملامح الصورة. هاي هسه هنا الألوان عندك. هذا الريد الأحمر، يعني ما عندنا احنا أحمر بالصورة، ولا الأورنج اللي هو البرتقالي، ولا اليلو الأصفر. الأصفر إنه هذا، يعني هذا راح يعطيك هنا على هاي المناطق. هسه يعني ايش اكو منطقة صفراء، افضل انه ترفع شوية حتى يبين، لان هو زرع يعني خضار. هذا العفو هذا الاصفر، هذا الاخضر. يعني افضل انطي زيادة حتى يعطي، يعني يسوي لك الالوان كلها تقريبا طبيعية. يعني هسه اذا رجعناه هيجي باوع، هسه هذا قام ينطي على صفار زايد مو حلوة يعني. هذا هسه خليه هيك. هذا الاخضر باوع، اخضر يعطيك باوع عشان يخلي لون الصورة باوع. انت خليه يعني خلي ليكون 20. هذا يعني على الزرق، على السمائي، هذا البلو الازرق. يعني ما اعتقد تفيدنا بهاي الصورة. هذا يعطيك شو اسمه على الصورة كلها، يعني ما يفيدنا.
نجي على هذا اللي هو اللي يعطيك الحدة مع الصورة. باوع هسه شلون اختلفت الصورة. هسه انتبه هنا على هاي، بس عندنا شغلة اللخة انه هسه انطى حدة قوية للصورة، بس من تقربها راح يطلع الشغل التعديل مالتنا. فلهذا انه ترفع هاي للوسط وهاي للوسط حتى يبين لك. بقى هسه هذا ترجع هاي شوية، ارفع هاي ارفع هاي ارفع هاي حتى ينطي حدة قوية للصورة وبنفس الوقت مناسبة. باوع هسه انطى شلون حدة قوية للصورة. ارفع هذا شوية، نزل من هذا شوية حتى ينطيك حدة بعد اقوى. هذا اللي شلون نقول يموت الحدة، عكس هذاك انت ارفعه شوية حتى لا تبين انه الصورة مالتنا بها حدة زيادة تخرب الشغل. هذا تقريبا هذين الخصائص كلها ما راح نحتاجها يعني. هذا ينطيك شو اسمه، اعتقد ما يفيدنا. عندك بس هذا انه زيادة الالوان يعني كليتها تقريبا، يعني كل لون على شكل. بس هذا راح يموت الالوان، يرفع لك الالوان كل واحد يرفعها بشكل. يعني لهنا أنا زايد، هذا هم الى هنا أنا كلش زايد، ارفع شوي الخضار يعني بما انه صورة. لا يعني هذا كل ما هنالك. اذا ردت هسه يعني هذا الشغل كله تعتمد عليك وعلى النظر للصورة شلون طالعة. هسه نجي على حفظ الصورة. طبعا انت اول مرة راح تشتغل راح تحفظ من هنا، راح يجيك هنا خيارات. عندك الايميل والهارد درايف، وعندك السي دي. الايميل اذا ردت تنطيل الايميل او بريد الكتروني. الهارد اللي هو على الهارد مال حاسبة، الدي الاي الاف. السي دي اذا تريد تطلع تخرج السي دي تختار هارد اكيد. عندك هنا تختار الملف اللي تريد راح تحفظ به، يعني سوي لك ملف باي مكان، يعني باي مكان تريد، واكتب اسم عليه، هو كاتب لك انه هذا، وتنزل على اللي جواها. هذا فايل نيم يعني اسم الصورة او الملف، ما تحتاجه، هو اسمه زايد. هنا فايلز السيتنج، يعني شلون نقول لك ادوات الصورة بيا صيغة. انت اختار جي بي اي جي اللي هي الطبيعية، والسايز هذا هنا صح، تختار هنا 100. وعندك هذا اس ار جي بي. هنا طبعا راح تحدد، يقول لك حجم الصورة image sizing، تختار ألف، العفو بألف. هنا عندك 240، تختار من هنا البكسل برين، العفو عندك هنا همتين تختار البكسل. عندك هذا السنتيم ما اعرف شنو، يعني المهم على البكسل احسن شي يعني حتى يبين شغلك. هاي كليتها ما عليك بيها. عندك هنا أنا هسه يقول لك بعدين ورا ما تخزنه وين تخرجه بعد. أنا هو مخرجه للفوتوشوب، أنت انطيه هنا يعني لا، وراها اكسبورت تصدير. أنا طبعا هاي طلعت لي هاي اللافتة لأنه عندي الصورة موجودة، اسمها موجود قبل، فعادي يعني إنه أقول له إيه يحفظها. انتظر هذا راح يحفظ من هنا. هاي خلاص راح يخرج لي هذا الفوتوشوب هماتينه. هسه نجي على هاي الصورة، هاي خرج لي على الفوتوشوب. اذا ردت اضيف شي بالفوتوشوب نجي على الصورة الاصلية، قلل الشغل، ونجي على الصورة اللي اشتغلناها.
طبعا هسه تشوف فرق انه كلش كبير، ضاع الفرق بين الصورتين. وكليته هذا يعتمد على شغلك انت والنظر للصورة، يعني تشوف هذا اللون شلون يتغير، هذا شلون يصير، هاي شلون تصير دقتها، واي شي بعد اني حاضر بالخدمة.